والمهم إنه بيشارك في 3 عروض مسرحية مهمة جدًا، وفي واحد من العروض دي شافه أشرف عبد الباقي، وبيعرض عليه إنه يشارك في مشروع تياترو مصر، وفعلًا علي ربيع بيشارك في تياترو مصر، وبينجح جدًا وبيتعرف علي ربيع أكتر، وقبلها شارك في دور صغير في بنات العم، وبعدها شارك في سيت كوم أنا وبابا وماما مع أشرف عبد الباقي، وفي 2015 بيتنقل تياترو مصر لمسرح مصر، وبيتعرض على MBC. ومن مسرح مصر بيتعرف قوي بجد علي ربيع وبقى الاشهر في مسرح مصر، وقبلها شارك في الحرب العالميه الثالثه بدور الاسكندر الاكبر، وبعدها بيشارك في كابتن مصر، وحرفيا ده من احلى الادوار اللي عملها علي ربيع بالنسبه لي. وفي المسلسلات شارك في الرجل العناب بدور اكرم، وشارك في الكبير قوي الجزء الثالث والرابع، وفي نفس سنه 2015 بيشارك في لهفه، وبرده دوره في المسلسل ده انا حبيته جدا، وكان بدور ايمن، وشارك كضيف شرف في استاذ ورئيس قسم ومولانا العاشر. في 2016 علي ربيع بيعمل أول بطولة مطلقة ليه مع توتة وأسس، مسلسل صد رد، وبينجح جدا، وعلي ربيع كان البطل الأول، فده بيثبت كلامي إنه كان الأشهر في مسرح مصر. وبعدها على طول بيشارك مع كريم فهمي البطولة في حسن وبقلو، وبيحقق 11 مليون جنيه، ما كانش أعلى حاجة وقتها، بس كأول بطولة في السينما فدي حاجة حلوة جدا.